السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة ويا صباح التفاؤل يا حبايب قلب، او يا مساء الفل او يا مساء الهنا او يا مساء السعادة ومساء الفل عليكم ومساء الرزق الحلال يا حبايب قلبي. حبايبي اللي بيشوفوني في كل مكان، وحشتوني جدا جدا جدا، احلى اخوات في الدنيا. وبشكر كل اخ وكل اخت دخلوا عندي في القناه، بشكركم جدا جدا جدا، ودخلتوا عندي ونورتوني وشرفتوني يا حبايب قلبي. وطبعا ما تحرمش منكم ابدا يا احلى اخوات في الدنيا. جايلكم النهارده ان شاء الله بروتين قوي جدا جدا هيعجبكم باذن الله. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك انا كل السامعين وكل حبايبي في كل مكان. جالكم بروتين يا حبايب قلبي. طبعا بصوا، بروتين قوي جدا جدا، بروتين قوي جدا جدا باذن الله يعجبكم ان شاء الله، وتطلع من الفيديو باذن الله طاقه ايجابيه يا حبايبي. طبعا بقى ايه، انا اللي اتفرج معايا على اخر فيديو يا ولاد، طبعا انا غيرت السرير. اكتبوا لي بقى في الكومنتات، قولوا لي السرير كان في الاول كان فين. انا عارفه ان انتوا هتغشوا من الفيديوهات القديمه، بس يلا انا هسامحكم. المهم يا حبايب قلبي ايه، دخلت كده شلت بقى الملاية وغيرت ملاية وحطيت ملاية جديدة كده، وروقت السرير وظبطته وخلته ايه، شمعة منور، خلته ايه بنات، شمعة منورة. المهم يا حبايب قلبي ايه، وحطيت طبعا المفرش ده بنبقى نتغطى بيه. الجو طبعا برد جدا جدا يا بنات، الجو عاد طول النهار، بالنهار تلاقي حر وبالليل تلاقي الجو عاد يعني ايه بيبرد. فبنتغطى طبعا بالمفرش ده يا حبايبي. بعد ما انا ستفت السرير وظبطته وخليته كويس وخليته فله كده، جبت المقشه بتاعتي طبعا، وجبت ايه المقشه حبايب قلبي، قلنا برضو ايه نكنس الاوضه كده ونمسحها برضو ايه، ونجيبها كده الشرشوبه ونمسحها ونخليها ايه، ونخليها شمعة منوره يا حبيبي. جبت طبعا كده المقشه بتاعتي الجميله وكنست الاوضه. وبعد ما كنست الاوضه يا حبايب قلبي، جبت الجردل بتاعي الجميل بقى وحطيت فيه شويه فينيك كده او شويه ديتول او كلور، اي الموجود عندك يا حبيبه قلبي. المهم يا حبايب قلبي، جبت الشرشوبه بتاعتي ومسحت برضو البلاط. طبعا انا مش فرشه يا حبايب قلبي الشقه في الصيف، طول الصيف انا ما بفرشهاش، يعني ما بتفرشهاش يعني ايه يا ام محمد، يعني اللي انا مش فرشاه يا حبايب قلبي لا سجاد ولا فرشاها فرشه يعني على البلاط يعني. فبجيب يا حبايبي الايه، بجيب الشرشوبه بتاعتي كده الجميله وايه، وبمسح كده الاوضه طبعا وبخليها فله. طبعا لازم البلاط بتاعنا يكون نظيف يا حبايب قلبي. نضفت كده ومسحت يا حبايب قلبي، مسحت كده يا بنات بالشرشوبه. وطبعا كانت ريحه الاوضه كانت جميله جدا. رجعت تاني رحت حطيت الشرشوبه تاني ورجعت ايه، مسحت بيها يا حبايب قلبي كمان مره. تمام. طبعا اللي هناك دول دول في الدولاب يا بنات. عند الدولاب ما شاء الله الدولاب بتاعته وقعت. والله ما انا عارفه يا بنات في ايه بالظبط، مش عارفه في ايه والله بصراحه. المهم الحمد لله. ده بقى منظر الاوضه بعد ما خلصناه يا حبايب قلبي، وروقناها كده وخليناها فله كده وخليناها ما شاء الله. هننتقل بقى فين، على اوضه الولاد. هننتقل بقى على اوضه الولاد يا حبايب قلبي، برضو هنستفها برضو ونروقها كده ونخليها فل. بس قبل ما نبدا بقى في اوضه الولاد، دخلت معاكم بقى طبعا كده. كنت عندي غساله الاوتوماتيك بتاعتي اللي فيها يعني عطل كده. فانا طبعا بقى قلت ايه، يعني انا هفضل بقى سايباها لغايه ما اجي بقى اصلحها او كده؟ لا، قلت ايه، اشتغل على الغساله دي. طبعا دي غساله دي والدتي الله يرحمها، كنت جايباها كده من هناك بعد ما توفت الله يرحمها، وكنت سايباها بقى ايه على جنب كده. وقت ما بلاقي الغساله بتاعتي الاوتوماتيك باظت او مثلا يكون فيها عطله او حاجه، فبقوم جايبه الغساله دي طبعا وايه، وشغاله عليها، بغسل عليها. اي نعم هي المنشفه بتاعتها مش شغاله، عندها الغطا بتاع المنشفه كده ما هوش شغال، بس ان شاء الله هحاول اجيب لها غطا ان شاء الله وايه، ونعمله باذن الله. طبعا المنشفه بتاعتها جميله وبتنشف حلو جدا جدا. بس ايه هنعمل ايه بقى يا بنات، لازم بقى ايه، الجيش بيقول لك اتصرفي. فرجعنا الغسيل زمان كده، ايام زمان. فاكرين غسيل زمان يا ولاد؟ فاكرين الغساله اللي هي السيليستين، اللي هي العاديه دي بتاعت زمان، قبل بقى ما يطلع الاوتوماتيك وقبل ما يطلع النص اللي انا بغسل عليها دي.
كان زمان الغسالات اللي هي الايه، اللي هي السلستين اللي هي العاديه دي، كانوا يقولوا عليها كده زمان. فاحنا الوقت كده ايه رجعنا للايام دي يا بنات. طبعا بقى حطيت الغساله بقى ايه ميه، وحطيت اوكسي، وبجيب صابونه سمرة كده يا حبايب قلبي بحطها مع الايه مع الغسيل. طبعا بتنضف الهدوم قوي قوي يا بنات، والله العظيم بتنضف الهدوم جدا جدا، وبتعمل رغوه وما شاء الله. بعد بقى يا حبايب قلبي ما انا ما خلصت طبعا حطيت اول دور. قلنا بقى مش هنفضل قاعدين بقى جنب الغساله بقى لما الدور يخلص وبعدين بقى نعصر، لا، بقعد اشتغل حواليها كده يا حبيبي. سبتها طبعا بقى على الدور شغال كده، ورحت برضو على اوضه الولاد. طبعا هي كانت نظيفه يعني، اوضه الولاد ما كانتش متبهدله قوي يعني الحمد لله. المره دي ما كانوش مبهدلين لي الاوضه قوي. من ساعه بقى ما المكاتب ما اجت هم فرحانين بها جدا، ومش عايزين بقى ايه يمسكوا الاوضه يبهدلوها. فيقول لك يا ماما لا احنا نسيب الاوضه نظيفه عشان ايه اما نيجي ندخل ونقعد على على المكتب ايه نعرف نذاكر. فما شاء الله عليهم يعني، ربنا يهديهم ليا. فايه كانت الاوضه الحمد لله يعني نظيفه نوعا. والله العظيم يا بنات. فربنا يهديهم يا رب، ربنا يهديهم ويخليهم ويبارك فيهم ويحفظهم، وارزق كل مشتبه الذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين. وانصر اخواتنا في فلسطين وفي غزه وفي جميع البلاد العربيه، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا نظفت السرير الاولاني يا حبيب قلبي، ودخلت على السرير التاني برضو كان نظيف كده وما شاء الله، كان يعني كويس يعني نوعا. المهم برضو روقته كده، وقلت برضو اجيب المقشه كده وايه واكنس برضو يا حبايب قلبي، وامسح لهم برضو الاوضه. مادام هم بقى يعني بيقولوا لي يا ماما احنا مش عايزين نبهدل الاوضه، يا ماما مش عايزين نبهدل السراير، نسيبها نضيفه عشان يجي لنا نفس نذاكر. فقلت لهم لا خلاص انا هدخل برضو اروقها لكم وايه، وامسكها كده اكنسها وامسحها لكم بشويه كلور كده، ولا شويه ديتول او شويه معطر كده، وايه واخليلكوا ايه يجولكوا نفس كده تقعدوا على المكتب وتذاكروا. فربنا ينجحهم يا رب، ويجعلها كده سنة سعيدة عليهم وعلى كل ولاد المسلمين جميعا يا رب العالمين. ونشوفهم كده أحسن الناس يا رب، ويبارك لنا فيهم ويحفظهم، وما نشوفش فيهم أي حاجة توجعنا يا رب. وشفينا وشفينا وعافينا، وربنا يعين عليهم ويعين كل أم على أولادها يا رب. وربنا يشفينا كده، ودايما يدينا الصحة والعافية، وما يرقد لنا على فرش أبدا يا رب. لك لحبيبك النبي اللي ترقدنا على فرش أبدا يا رب، ولا تحوجنا لأي مخلوق في الدنيا. طبعا بقى خلصت اوضه الولاد، رحت بقى على اوضه البنات يا ولاد. رحت بقى فين على اوضه البنات، قلت برضه اروقها لهم كده واخليها لهم برضه إيه حلوه يعني. فالوقت بقى محمد ابني قال لي يا ماما خلاص انا هاخد الاوضه دي اللي انا بنضف فيها حاليا دي، وقال لي يا ماما سيبها لي وايه، والمكتب طبعا حطيته له فيه. فقال لي يا ماما خلي الاوضه التانية لاخواتي البنات، وانا سيب لي انا الاوضه ديت انا وهنا اخويا. فربنا يهديه. فقلت له خلاص الايه اللي يريحك. بس بيقول لي يا ماما ايه امسكها ايه ادينها لي كده وخليها لي حلوه. قلت له ان شاء الله يا حبيبي لما باباك يرجع بالسلام. تمام. لان انا يا بنات ما بخرجش هنا قليل او جد يعني قليل جدا. لما انا بطلع طبعا من البيت ببقى عايزه والله اعمل لكم جولات حلوه كده واعمل لكم حاجات حلوه كده، بس انا طبعا طول ما ابو محمد مش موجود انا ما بعرفش اخرج بره بصراحه يعني. فطبعا هو اللي بيجيب لي طلباتي، هو اللي بيجيب لي حاجتي. ممكن لو طلعت بس كده عندنا على الشارع هنا لقيت حد معدي بشويه خضار، لقيت حد معدي بحاجه بنزل ايه اجيبها وخلاص. احتجت حاجه هو ايه بيجيبها لي وهو جاي من الشغل. فالحمد لله ربنا يعيننا جميعا. فانا طبعا لو اعرف اي حد هنا في دمياط كنت انا نزلت انا، وكنت انا جبت طبعا الدهان. بس طبعا هو ما يعني ايه ما بيرضاش يخليني انا ننزل، ويقول لي لا خليكي وانا ايه وانا هجيب لك الحاجه بتاعتك. فطبعا هو الوقت في مصر ربنا يا رب يرجعه بالف الف سلامه. وقلت له بقى يا محمد لما باباك يجي بالسلامه يا حبيبي ايه ان شاء الله ايه ندهن كده ونظبط دنيتنا باذن الله. المهم يا حبيبي روقت له بقى السرير بتاعه كده، وخلاص اخد الاوضه دي، وقال لي الاوضه التانية ايه خلاها يا ماما لاخواتي البنات. فاخد الاوضه دي بقى وفرشت له المكتب بتاعه كده وظبطته له، وجبت المقشه برضه هو فرش، هو اللي فرش الحافظه دي يا بنات. يعني انا عندي الصاله وعندي الاوضه بتاعتنا الكبيره واوضه البنات مانيش فرشاها، ما فرشتهاش بصراحه. بس هو بقى ايه صمم ان هو ايه يحط الحافظه دي في الاوضه، وقال لي يا ماما لا افرشي لي اوضتي. ففرشتها له بقى كده يا حبايب قلبي، روقتها له كنستها له وخلطتها له فله. ورحنا بقى نطلع اول دور من الغساله برضو بعد ما انا خلصت اول مره طبعا اعمل معاكم الروتين الغسيل. خلصت بقى الاوضه كده وروقتها له ما شاء الله وخلطتها له فله كده. ورحت بقى قلت اطلع الدور من الغساله، وطبعا ايه ارجع احط دور تاني.
هتقولي يا ام محمد بقى انت الهدوم بتشيلها من الغساله وتحطها من المنشفه ديت، انت بتقولي المنشفه مش شغاله. ما انا عارفه يا حبيبي قلبي، هي فعلا هي مش شغاله، بس انا طبعا انا عندي الحمام بتاعي صغير شويه يعني، ما هوش كبير. فطبعا بقوم رايحه بعد ما بطلع الدور وارجع احط الدور تاني، اقوم رايحه شايله بقى طبعا الايه الكاميرا، واشيل التليفون عشان ما يبقاش طبعا على الارض يتكسر مني ولا كده. واقوم رايحه جايبه ايه عندي كده بتاع كده بلاستيكيه كبيره كده، بقوم حطاها مليانه ميه وبشطف فيها. فربنا يعيننا جميعا يا رب. فبعصر بقى كده وبحط فين في المنشفه، على ما ايه اخلص الدور واحط الدور تاني وارجع ايه اشطف واطلع انشر على طول. المهم يا حبايب قلبي، هنشيل بقى خلصنا الدور دوت، هنخلصه بقى ونحطه في المنشفه زي ما انتم شايفين كده، عصير احطه في المنشفه وارجع طبعا يا حبايب قلبي احط كمان دور. هما ما شاء الله يعني جم 3 ادوار او 4 ادوار. تمام. فالحمد لله، ربنا يعيننا جميعا يا رب، ويعين كل ست مصرية، ويعين كل ست عربية، ويعيننا جميعا يا رب العالمين. ربنا يعيننا جميعا يا ولاد. وحدوا لك يا حبايب قلبي، وما تنسوش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، أنا وكل السامعين وكل حبايبي في كل مكان. طبعا بقى ايه وعملت يا ولاد غدا النهارده. انا عملت غدا ايه بقى يا ولاد؟ هتشوفوا في اخر يعني، مش هحرق لكم الفيديو. خليكم كده ايه معايا خطوه خطوه كده. اللي وصل لغايه هنا قولوا له ايه، قولوا لي ايه ام محمد غسان. اخباركم يا حبيبتي؟ نزلت بقى عربيه كانت معديه يا ولاد واللي احنا وقفنا يا ام محمد عندك كده في وقت الغسيل، ونزلت بقى ايه، نزلت بقى يا بنات بقى ايه، جبت بقى لقيت عربيه معديه كده من على الشارع عندنا. المهم جبت ايه يا ولاد، لبست الزالي وطلعت اجري. رحت فين؟ قلت عشان برضو الحقه ان هو يمشي. نزلت بقى كده جبت بطاطس طماطم، وجبت فلفله فلفل اخضر، وجبت بطاطا، وجبت خيار، وجبت ايه تاني يا ام محمد، وجبت برنجان مكبب. بس طبعا الاسعار ما اقولكوش، طبعا عندنا الطماطم زادت طبعا جدا، بقت الكيلو ب 15 جنيه. والله ما صلى على النبي. الكيلو بس ب 15 جنيه، في ب 15 وكان في ب 20 معاه، وكان في ب 10. فانا جبت ام 10 جنيه، قلت حلوه قوي يعني ايه معقوله. والبطاطس ب 15 جنيه الكيلو. تمام. جبت برضه ب 50. قال لها ايه؟ وجبت ايه من اللي هو قلت له وزن لي ب 50. والفلافله برضه دي الفلافله البلدي الصغيره دي تلاقي فلافله بلدي يا بنات. دي بطاطس عليها الشطه الكبيره دي بقى بس ما شاء الله دي ايه، جبت منها كيلو وده كيلو، يعني جاب لي ب 10 من دي و10 من دي. جبت برضه ب 50. وجبت طبعا بطاطس ديت اللي شايفاها دي بطاطس للقليه، فجبت منه برضه ب 50. يعني جبت لي ب 50 بطاطس. جبت هنا بقى جبت ب 50 بطاطس. جبت خيار. تمام. الخيار ب 25. والطماطم جبت 2 كيلو ب 20 جنيه بلدي يا ولاد على فكره. الطماطم جبتها ب 2 كيلو ب 20 جنيه يا بنات. 25. وجبت برضو الخيار ب 25. يعني لو طلعت على الطريق على السكه، يعني على اول السكه عندنا هناك في نزلتي على النازله عليا هنا، الخيار ب 30 جنيه وب 35 جنيه. فرقت معاك الخيار ب 25 يعني حلو. لقيت برضو معاك كمثرى كده، جبت برضو للولاد. ما قلت ايه ما حرمهمش من حاجه. تمام. جايبه بقى ايه اقل منه. طبعا البرنجان ده جبت بنات ايه بقلي منه، او جبت الطماطم بشويه واعمله اللي هو البابا 15 بابا غنوج يا ولاد. وكان في ب 20 وكان في يا حبايب قلبي بعد ما جبت الطلبات دي بقى مسكتها ستفتها كده في الثلاجه، وروقتها كده في الثلاجه وظبطتها كده اللي هي الحمد لله. يعني الباميه ما شاء الله العظيم الحاجه في البيت يا ولاد احسن من القرش. والله العظيم والله العظيم الحاجه في البيت احسن من القرش. طبعا دي باميه جبتها برضو، قلت ابو محمد بيحبها جدا، فببقى اعملها له كده ايه في طاجن كده، وبتبقى جميله قوي. ويا سلام بقى لو عملتها باللحمه، يا سلام اديله ادي. المهم بقى يا حبايب قلبي ايه، بعد ما خلصنا رحنا بقى ايه على الغساله نطلع الدور. ده الدور ايه يا ولاد التاني التالت حطيت بقى شيلته، وقلت عشان بقى ما يعملكوش معايا واطول الفيديو عليكم، رجعت حطيت طبعا الدور دوت يا حبيبي قلبي في الغساله. ده الدور التالت. بعد ما حطيته بقى يا بنات، رحت بقى ايه نجهز الغدا بتاعنا. جهز غدا ايه يا ام محمد؟ هعمل النهارده يا ولاد فراخ، صينيه بطاطس بالفراخ، مش نواشف، لا صينيه بطاطس. صينيه بطاطس دي بطماطم كده بدمعه كده، وبتبقى ايه واحطها في التلاجة. طبعا قطعت البصل طرنشات، حبه زيت، سبتهم طبعا سبتهم كده لما ايه يعني ايه اتلوحوا معايا كده، ونزلت طبعا بالفراخ على البصل.
قلت بقى ايه الوح الفراخ كده مع البصل، بحيث ان الفراخ تشرب من البصل كده، بيبقى تخليها ليها طعم مسكرة كده. سبتها طبعا، حطيت عود قرفة خشب، حطيت مستكة، وحطيت ورق لورا، وحطيت حبة فلفل اسمر، وحطيت 7 بهارات، وحبة كمون وسبتها يا حبايب قلب، غطيت عليها الغطا وسبتها مع نفسها. سبتها شوية كده على النار. بعد ما انا خلصت قطعت بقى طبعا البطاطس طرنشات. بعد ما هي بقى ما شاء الله خدت وقت كده، يعني قيمة 5 دقايق او 10 دقايق كده، اسيبها مع البصل والتوابل. وبعدين نزلت بقى ايه يا ولاد بالبطاطس. بعد ما نزلت بالبطاطس فرمنا الطماطم طبعا، ونزلنا بها كده، وهنزودها بقى شويه ميه، ونحط حبه الملح ونطر السكر صغيره يا ولاد، بتحوش الحموضه اللي بتبقى في الطماطم، نطر السكر الصغيره. وقمت يا بنات سايباها بقى مع نفسها كده، سبتها خلتها تغلي كده على البوتاجاز فتره. وبعدين شلتها، وقمت حطاها فين، حطاها في فرن البوتاجاز. وعملت جنبها شويه رز وحبه سلطه. وده يا حبايب قلبي شكل صينيه البطاطس، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وعافيه. يلا حبايب قلبي، اشوفكم في فيديو جديد، ومع الف سلامه.